خطر مرعب يطلق عليه الانفجار، ربما قتل جميع ركاب الغواصة تايتان. فما السيناريو المرعب لنهاية القصة؟ يو السلام عليكم ويش لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. صراحه عارف راسي باللي غبرت عليكم، صراحه تشغلت غير مع العمل، ولكن هذه المره رجعنا ولكن بقوه. شنو المشكل؟ بقوة. قلتي شنو المشكل صاحبتي؟ المشكل لما كيوريك عليك بقوة. المهم في هذا الفيديو هذا غادي نناقشوا الموضوع ديال هذيك الغواصه اللي ماتوا فيها 5 ديال الاشخاص اللي صراحه داروا ضجه في العالم كامل، مع العلم ان بزاف ديال الناس صراحه كيموتوا في وسط البحر لحد الساعه وما عمر صراحه شي واحد دوا عليهم، والعالم كامل ما عمره صراحه دار ضجه عليهم. علاش بالضبط هاد الخمسه الناس هادو بالضبط؟ واش حيتاش عندهم الفلوس؟ هادشي هذا كلشي هو اللي غادي نشوفوه في هاد الفيديو هذا ان شاء الله. المهم الا كنت اول مره كتشوف القناه ديالنا ما تنساش دير لنا واحد الاشتراك، فعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد، ويلا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. 5 ديال الاشخاص اتفقوا باش انهم غادي يمشيو يشوفوا حطام ديال السفينه ديال التايتانيك. بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى شي درايه بالسفينه ديال التايتانيك، السفينه ديال التايتانيك هي واحد السفينه في واحد الزمان كانت متجهه من ساوثهامبتون. ساوثهامبتون هي واحد المدينه كاينه في الانجليز، كانت غاده من ساوثهامبتون لنيويورك لامريكا. نيويورك هي واحد المدينه كتوجد في امريكا. المهم هاد السفينه هذه اصطدمت بواحد الجبل، جبل جليدي، والسفينه غرقات. مشاو منها بزاف ديال الضحايا، وتقريبا العدد القليل من هذيك السفينه اللي نجاو. من موراها صراحه دار عليها واحد الفيلم ولقى واحد النجاح كبير على اي. ومن مورا هاد القصه هذه كامله ديال هاد السفينه ديال التايتانيك ما كتحبسش حد لهنايا، كتحبس عند واحد الخمسه ديال الاشخاص. 5 ديال الاشخاص صراحه اللي هما من الاثرياء، كانوا جالسين قالوا شنو غادي نديروا؟ غادي نمشيو نشوفوا حطام السفينه اللي هي السفينه ديال التايتانيك اللي عرفتكم عليها عاد دابا. وقبل لا غادي نمشيو نشوفوا حطام السفينه ديال التايتانيك داروا بعض التجارب. عالم من العلماء ديال المانيا اللي دخل معاهم في التجربه هذه خرج بواحد التصريح كيقول وحده من التجارب اللي خدا معاهم في واحد الغواصه كان كيطلب الله غير فوقاش يطلع من هذيك الغواصه. يعني واحد من علماء ديال المانيا ديجا دار معاهم واحد التجربه وحس باللي شي حاجه ماشي هي هذيك، وهذه راه كانت غير تجربه، كانت عباره عن تجربه. يعني هذا الشيء راه مازال ما كانوش غادي يمشيو يشوفوا حطام ديال السفينه ولا شي حاجه. من بعد عده ديال التجارب قرروا باش انهم غادي ينزلوا في واحد النهار الفلاني. الرحله كانت غادي تستغرق واحد 4 ايام، وكانوا واخدين معاهم الاكسجين اللي غادي يكفيهم في هذيك 4 ايام، كانوا واخدين معاهم الماكله اللي تكفيهم في هذيك 4 ايام. المهم كانوا واخدين جميع المعدات. وبالمناسبه النهار اللي كانوا غادي يمشيو راه ما كانوش بهم غير 5، كانوا بهم 6. وبشحال غادي تقام هذه الرحله هذه لواحد 250 مليون دولار. بحال الا قلتي 250 مليون مغربيه، يعني انت كنتي جالس في داركم هاني مهني، انا نعطي 250 مليون دولار باش نغامر براسي وباش نغامر بالروح ديالي. فعاوتاني كنت جالس في الدار ونقول علاش لا ما نهزش واحد 250 مليون دولار ونمشي نفرح بها واحد الناس، نمشي نتصدق بها، نمشي نبني بها جمعيه. لا، يعني بحال نقول واحد حفر قبره براسو، واحد لاحب التهلوكه لراسو. يعني واخا الله عطاك المال وعطاك العقل باش تفكر به، ولكن انت ما درتيش بديك المال داكشي اللي كان خاصو يدار. في التالي ديالك متي وخليتي كلشي من موراك. المهم النهار اللي كانت هذيك الغواصه غادي تقلع باش انها تمشي تشوف حطام ديال السفينه، واحد من هذوك 6 تردد وشاف باللي شي حاجه ماشي هي هذيك. علاش؟ لان الهيكل باش كانت مصوبه هذيك الغواصه هذيك السادس فيهم شك. خرج بواحد التصريح كيقول باللي شفت مانيطه ديال البلاي ستيشن. الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي المانيطه، هذه هي المانيطه ديال البلاي ستيشن، كانت وحده من اداه التحكم في هذيك الغواصه. وخونا شك باللي ان هذوك الادوات باش مصوبه هذيك الغواصه قدامين شي شويه. المهم في هذيك النهار بالضبط هذاك السادس فيهم تراجع. 5 ديال الناس بدات الرحله ديالهم. من بعد 4 ديال الساعات كيتقطع الخطط ديالهم وما كيبقى يسمعوا عليهم والو. تماك الناس اللي مراقبينهم حسوا باللي بشي حاجه ماشي هي هذه. ومن بعد العلماء داروا واحد التحريات ديالهم، اكتشفوا باللي ان خياتنا اللي كانوا في وسط الغواصه شنو وقع لهم؟ وقع لهم انفجار، لان كاين انفجار وكاين الانفجار. انفجار كيحدث من الداخل، بحال نقولوا من داخل
داخل الغواصه كيحدث الى الخارج. هذا الانفجار هذا كيوقع من الخارج للداخل، يعني خياتنا في رمشة عين ماتوا. عرفتوا التيتانيك اللي كنت هضرت لكم عليها؟ صاحب الفيلم هبط باش انه يشوف حطام ديال السفينه ديال التيتانيك، على ما سمعت وعلى حسب المعلومه ديالي تقريبا شي 53 مره. يعني راه فاش كتبدا تهبط، يعني راه كل ما كتزيد تهبط لاعماق البحار كل ما كيكثر الضغط. وهذا صاحب فيلم ديال التيتانيك اللي قلت لكم هبط تقريبا شي 53 مره، هو براسو كيعاود في واحد الفيديو على الخطوره ديال انك تهبط داخل العمق ديال البحر، ويعني واحد التجربه اللي ماشي سهله. على الاقل انا كنقول كون بغاو يديروا هذيك التجربه وبغاو يهبطوا على الاقل في العمق ديال البحر، كان بعدا غير خلاو هذا السيد هذا كنقول انا يقدر يتدخل ويشوف لهم الغواصه كيفاش مصوبه، حيتاش هو صراحه عنده تجربه في هذا الشيء هذا، هو كان يقدر يمكن يفيدهم. المهم النهايه ديالهم كانت مأساويه. اجي دابا نهضروا على الناس اللي كيموتوا صراحه في البحر وتا شي واحد ما كيهضر عليهم. هنا باش تعرف بلي قوه ديال الميديا كيفاش ان واحد 5 ديال الاشخاص مشاو يشوفوا حطام ديال السفينه والعالم كامل كيهضر عليهم. وحنا ديما كنشوفوا ناس صراحه كيبغيو يهاجروا، مثلا كيبغيو يمشيو عندنا مثلا في المغرب، من المغرب لاسبانيا، هادو ناس مهاجرون كيهاجروا. مثلا كاين اللي كيهاجر بسبب الحرب، كاين اللي كيهاجر مثلا بسبب الظروف ديالو الماديه، كيبغي يبدل الوضعيه ديالو. المهم كل واحد عنده سبب علاش كيبغي يهاجر. هاد الناس هادو اللي كيقطعوا البحر، هاد الناس هادو ما عمر شي واحد صراحه دوا عليهم. وكيف الصراحه الميديا عندها واحد القوه وعندها واحد التاثير باش ان غير هضرات على واحد 5 ديال الناس المقطع انتشر تقريبا في العالم كامل وكل شيء ولا كيهضر عليهم، علاش انت ما تبارطاجيش هذا الفيديو هذا؟ علاش انت ما تبارطاجيش هذا الفيديو هذا وتكون رساله ونوصلوا الرساله ديالنا للعالم كامل؟ شنو الذنب ديال هذوك الناس مساكن اللي كيموتوا في وسط البحر؟ وعلاش هذوك الناس ما كيهضر عليهم حتى شي واحد؟ وعلاش هذوك الناس ما كيمشي يقلب عليهم حتى شي واحد؟ شنو غادي تخسر الا بارطاجيتي هذا الفيديو هذا؟ شنو تخسر الا وصلتي انت هذه الرساله هذه لبزاف ديال الناس؟ بعض الناس طلعوا صراحه في بعض الفيديوهات كيقولوا باللي ان مسلسل ديال سيمبسون طلع كيتوقع باللي ان راه غادي يجي واحد النهار وواحد النوعيه ديال الناس غادي يموتوا صراحه في واحد الغواصه الى غير ذلك. صراحه بغيت نقول لكم باللي ان هذا الفيلم هذا هو بصح توقع بعض الاحداث اللي كانوا صراحه طراو في هذا العالم هذا. المهم سيمبسون هو واحد الفيلم كرتوني، ولكن الا هذه صراحه انا ما غاديش نتفق معكم فيها. علاش؟ لان هذيك انا هذيك اللقطه اللي شفت انا في هذاك الفيلم الكرتوني بالنسبه ليا لقطه عاديه وما كانتش كتدوي صراحه ولا علاقه بهاد ال5 ديال الاشخاص هادو اللي ماتوا في هاد الغواصه هذه. وراكم مازالين عاقلين على الظاهره ديال المسكين داك الولد ريان اللي كان مات في هذيك البير. صراحه حتى وحده من الاحداث اللي كانت وقعت صراحه في هذا الفيلم هذا الكرتوني، حتى هو في هذا الفيلم هذا النيت، في هذا الفيلم هذا الكرتوني باللي عائله ديال سيمبسون الولد ديالهم طاح في واحد البير وما قدروش يجبدوه وتجمعوا بزاف ديال الناس وكيحاولوا انهم يجبدوه الى غير ذلك. المهم نقدروا نقولوا هذه اللقطه هذه شبيهه بهذيك اللقطه ديال الطفل ريان. هي غير لقطه صراحه كانت في الفيلم ولكن صراحه جات مشابهه للقطه ديال الطفل ريان. اما هذيك اللقطه ديال هذيك الغواصه هذيك لا علاقه صراحه مع هذه. من غير هذه العائله ديال سيمبسون كيفاش واحد المراه ديما كتدعي باللي ان شي حوايج غادي يطراو هما صراحه هذوك الحوايج مازال ما طراو. بحال هذه المراه هذه طلعت كتدعي باللي ان غادي يجي واحد الوقت صراحه وواحد الاعلام غادي يدير ضجه على واحد الغواصه غادي يموتوا فيها واحد الناس. الا كان فعلا بصح هادشي اللي كتقول هاد المراه هذه وهذا الشيء هذا طرا بالضبط، يعني هذا الشيء هذا اللي ولينا كنسمعوه صراحه راه خطير. أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف. المهم الاخوان الى صراحه كيعجبوكم نوعيه ديال الفيديوهات هادو بعيدا صراحه عن تضحك تخسر، كيف كتعرفوا انا صراحه واحد الشخص اللي كيبغي يضحك صراحه وكيعجبني في نفس الوقت نناقش حتى مواضيع، ولكن واحد السبب اللي كيخلي ان الجمهور يهرب هو مره كنناقش موضوع مره كندير تضحك تخسر. يعني راه كاين نوع ديال الناس اللي كيعجبو مثلا يناقش مواضيع كيدخل عندك يتفرج في الفيديو ديالك من بعد كتقدر دير لي واحد الفيديو ديال تضحك تخسر يقدر مثلا ما كيعجبوش الحال كيحيد لك هذيك الاشتراك. المهم الاخوان كنتمنى تكون عجبتكم الخلصه من خلصه. المهم الاخوان كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه. ما تنساوش الاخوان تبارطاجيو لا فيديو وما تنساوش الاخوان دعمونا بواحد اللايك، ديروا اشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. السلام عليكم.